ناشفه. ايوه يا صورينا عشان صورة تطلع حلوه. قول له انا بصور. هي دي مبادرة عاملاها، بس بقول لحضرتك نعم مش مستوردة. نعم. دي المبادرة دي تبع وزارة الزراعة وزارة الزراعة. تحت رعاية المحافظ. ايوه المحافظ طبعا، سيد المحافظ. اللحمة بكام بقى؟ اللحمه ب 54 جنيه. ب 54 جنيه مذبوحة. مذبوحه اهو، طازه اهي، طازه اهي، طازه اهي. وبتجيبوا ضاني برضه؟ الضاني بكام؟ والداني برضه ب 54. ب 54 كل يوم الضاني، وكل كل يوم الجاموسي؟ الضاني وكل كله يوم ب 54. انت بقى حضرتك بقى جورنال نشرة مصر. ايه؟ جورنال نشرة مصر. اهلا بيك. يعني هي دي حاجات كويسة بيعملها المحافظ بقى، جداً. ونتائجها ابتدت تبان. طبعا عليكم إقبال شديد، وعليكم ناس طبعا بتيجي تشتري. وبعدين صوري بص اللحمه 6 يوم في يوم اهو. ما شاء الله. تعالي بص حضرتك النهارده الحد مجزر عبد القادر محافظه الاسكندريه. ما شاء الله. حاجة مضمونة وحاجة نظيفة. لحمه مفرومه ومذبوحة في المجزر بتاع المحافظة. ايوه سعر عادي، سعر ب جميل. 54 متناول جنيه، الناس اقل من كلها. المجمعات ب 2 جنيه وكل يوم موجود. وكل يوم موجود. والضاني كمان ب 54 والضاني ب بنفس 54 السعر. نفس السعر. ربنا معاكم ان شاء الله. واقل من الجمعيه. اقل من الجمعيه واحلى من الجمعيه. اقبال عليها ما شاء الله زي ما انا شايفه. لا اقبال غير كل يوم. معاك فلوس في جيبك حاجه؟ لا والله. كل سنه وانتم طيبين. اسعار السلع التموينيه دي قلت بالمبادره اللي عاملها سياده المحافظ برعايته دي، ولا نفس الاسعار؟ لا برضه عندك الجبنه التركي ديت الربع ب 11. الربع ب 11 يعني الكيلو بكام؟ ب 44. عندك في حاجات كتير قوي حلوه. الحاجات دي يعني ايه؟ جمعيه تعاونيه زراعيه المركزيه يعني؟ ايوه انا حاجات دي تبع ايه؟ تبع مديريه الزراعه؟ عندك زيتون كرمطه 10 جنيه الكيلو. ب 10 جنيه انا شايفه. انا هاخد منه. انا خدت منه. انا قايله له احجز لي اهو. ما شاء الله. لا انا بحبه جدا. الحاجات دي كلها من منتجات ايه؟ وزاره الزراعه. ايوه وده معرض دائم ان شاء الله لسه مفتوح قريب. لسه مفتوح برعايه سياده المحافظ محافظ اسكندريه. في كل حاجه اهو، حتى المخللات. وصوره برضو في جواره معرض لمنتجات قطاع الزراعه في اسكندريه. بيبيعوا فيه كل حاجه، زيتون وعسل. ده تابع لايه بقى المكان ده؟ وزارة الزراعة. وزارة الزراعة. وايه علاقته بمركز البحوث او؟ لا في حاجات بتجينا من مركز البحوث وحاجات بتجينا من وزارة الزراعة. يعني في منتجات بتجيلك من مركز البحوث في القاهرة وحاجات منتجات وزارة الزراعة. واسعارها ايه بالنسبة للاسعار اللي بره؟ لا الحاجات دي ما تلاقيهاش بره، الحاجات دي بس صحفية الأول. ما ايه؟ في المنافذ الحكومية بس الحاجات دي. الحاجات دي ما تلاقيهاش الا فين؟ المنافذ الحكومية. منافذ الحكومية اللي هي منتجات وزارة الزراعة. وحاجات ليها جودة عالية وانت على طول عندك اقبال. في ناس بتجيلك على طول بشكل مستمر. ده بقاله سنة. يعني والاقبال بيزيد ولا بيقل؟ لا بيزيد. ما دام الحاجة نظيفة وبيتها عليها الاقبال بيزيد. وعندك زيوت، كل انواع الزيوت، زيت زيتون وزيت كتان. عندك زيت كتان؟ في زيت زيتون، في تمر بتاع سيوة، في جميع انواع العسل، صحراوي، بردوش، برده. شكرا حبيبي، كل سنة وانت طيب.